بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية وانتم تشوفوا في هذا فيديو نهار اليوم. جبت لكم وصفة ليبيني، وصفة ناجحة 100%. نتحداكم إذا ما اعتمدتوش هذه الوصفة. وش راح نحتاجوا فيها؟ 2.5 كيسان فرينة، مغرف كبيرة خميرة الخبز، ومغرف كبيرة سكر وشوية ملح. نخلطوا المكونات الجافة مع بعضها ونضيفوا 2 مغارف كبار زيت. هذه الوصفة يا بنات وصفة اقتصادية، مكوناتها موجودة في كل بيت، وما درت لكم فيها لا بيض لا حليب، يعني تقدري ديريها بكل سهولة. واللي هنا راح نضيف بطايا اورت، ديروا اي ذوق عندكم في الدار ما يهمش. نخلطوا المكونات مع بعضها ونبداو نلموا العجينة بالماء دافي. بعد ما نلموها نعجنوها مدة 2 دقائق ونديروها في كيس بلاستيكي ونحطوها ترتاح مدة 1/4 ساعة. هنا كيما راكم تشوفوا يا البنات راح نخليها طرية وتتلاصق. هذا هو سر نجاح ليبيني تاعكم، ما تلموهاش ناشفة بزاف، لموها تكون شوية تتلاصق في اليد. هنا بعد ما عجنتها مدة 2 دقائق راح نحطها ترتاح في كيس بلاستيكي مدة 1/4 ساعة، ومن بعد نبدأ نطبع ليبيني تاعي. هنايا البنات راني زدت لها شوي فرينة لانه كانت تتلاصق بزاف. ودوك تشوفوا القوام النهائي تاع العجينة كيما راكم تشوفوا، هذا هو القوام النهائي. شوفوا كيف راهي مازالت يعني تتلاصق. خليوها طرية وراح تجيكم ناجحة 100%. راح نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها مدة 1/4 ساعة. لهنا يا البنات الخطوة الموالية، وبعد ما خمرت العجينة تاعي راح نجيب بلا ندير فيه بابي كويسون ونرشه بالفارينة. هذه الخطوة ضرورية يا البنات باش ما تلصق لكمش العجينة في البلا. اذا لصقت لكم ليبيني تاعكم في البلا ماهيش راح تطلعوا، ماهيش راح تنجح معاكم، يعني لازم ديروا الفارينة فوق البابي كويسون، خطوة ضرورية. لهنا هذا هو السمك تاع العجينة تاعي. بعد ما طبعتها راح نخليها ترتاح نص ساعة. حنسخن الزيت تاعي، ديروا فيه كسرونه باش تجي شويه الزيت تاعكم طالعه. نبداو نلوحو في ليبيني تاعنا، شوفوا كيفاه طلعت. البنات ثاني خطوه ضروريه انكم ديروا بالمغرف هكا، ترميو الزيت عليها باش تنفخ وتجيكم هكا فارغه من الداخل. جربوها يا البنات، وصفه جد ناجحه، تقدروا تعتمدوها ثاني كمشروع صيفي الناس اللي تحب تبيع في البحر. ولا لهنا جبت السكر وراح نرمدهم في السكر. كيما قلت لكم راح تقطع لكم كمية كبيرة. هذه الوصفة جابت لي تقريبا 40 حبة. وعادي انكم تخليهم يبردوا، مش شرط يكونوا سخونين باش ديرهم في السكر، عادي انا خليتهم بردوا ولصق السكر نورمال. لهنا راح نجيب نحل لكم حبة باش تشوفوا كيفاه جاو بالداخل. شوفوا يا البنات جاو ما شاء الله فارغين خلاص وخفاف، راح تاكلي شحال من حبة، يعني جاو ماهمش مزيتين وخفاف ما شاء الله. لهنا الخطوة الموالية راح نجيب المعجون. انا شخصيا نحب البيني تاع المعجون، عباليش اذا توافقوني الرأي، بصح يجيوني هما المخيرين خير من تاع الشوكولا. شهيتكم في الجنة يا البنات. هنا راح نقسم لكم حبة باش تشوفوا كيف جات خفيفة، جات ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوها وترجعوا لي كومنتار وتقولوا لي باللي جات ما شاء الله وناجحة. في النهاية نقولكم تهلاو في رواحكم، في امان الله.